في وجود الكابتن بركات. انا لازم ابقى صريح مع جمهور الزمالك. لازم جمهور الزمالك يعرف الموقف اللي فيه الزمالك، اللي هو انت النهارده ما عندكش القوه الشرائيه ان انت تقدر تنافس الاهلي وبيراميدز ومنافسته على لعيبه والتعاقد مع لعيبه من ناحيه القوه الشرائيه. ده موقف الزمالك الحقيقي. اي حد يقول لكم حاجه غير كده بيكذب. في فلوس، لكن هل تقدر تخش تنافس النادي الاهلي تدفع 2-3 مليون دولار في لعيب وتخش تنافسه؟ ما تقدرش. طوق النجاه بالنسبه لنادي الزمالك ان هو يحسن من العمليه الاداريه داخل النادي. يعني ايه؟ الكوره دي اوبريشن يا كابتن، دي اوبريشن زي مؤسسه بتدار. هيبقى عندك قطاع ناشئين احسن، هتعرف تنافس النادي الاهلي. هيبقى عندك ذكاء في التعاقد مع اللعيبه اكبر، هتعرف تنافس النادي الاهلي. وتجربه الناشئين كانت قريبه طبعا. هيبقى عندك القدره ان انت توفر كل جنيه تقدر توفره، هتقدر تنافس النادي الاهلي. انما هتخش دلوقتي، انا بقول لازم ابقى صريح مع الجمهور، هخش تيت دلوقتي راس براس في اي صفقه بالوضع المالي الحالي لنادي الزمالك، هخسر كتير. مش هعرف انافس، مش هعرف انطحه. النهارده جمهور الزمالك بيحلم وحقه ان هو يحلم، واحنا كمان بنحلم، لكن في حاجات احنا عارفين ان هي اولويات. الزمالك موقفه المالي الحالي ان هو الزمالك بيجمع فلوس. هو العقوبه مين السبب؟ مش دي قصتي. مين السبب؟ مش بتكلم في مين السبب. كان في اخطاء وصلت للكلام ده لكن النهارده الواقع بيقول لك كابتن بركات الزمالك اتوقف القيد ليه؟ لازم الاولويات بالنسبه له ان هو يدفع $1,500,000 لسبورتنج لشبونه عشان يفتح القيد مره ثانيه. ده نمره واحد. نمره اثنين، لازم يتم سداد مستحقات المدير الفني والمرتب بتاع المدير الفني. هو خد جزء منها، لازم تكمل. نمره ثلاثه، لازم الزمالك يتعاقد مع اللعيبه المطلوبه فقط اللي طالبها اوزوريو مع تطوير قطاع الناشئين. ده اللي المفروض، ده الموقف الحقيقي يا كابتن بركات لنادي الزمالك. لما يحصل الكلام اللي بيقوله ميدو دوت يا عباس، هيبقى بعد كده انت بقى خلاص انت وفرت كل حاجه، فانت تقدر تيجي بعد كده تحاسب اللعيب على ادائه. لان لعيب نادي الزمالك زيه المفروض زي لعيبه النادي الاهلي. هو ايه الفرق؟ نادي الزمالك تحس ان هو خد الدوري مرتين وخد كاس مصر وخد الكاس، ريح عادي، ما مش مشكله، ما هو الدوري ما انا كنت واخده مرتين وبتاع، ما فيش المجاعه بتاعه البطولات. النادي الاهلي لما خسر الدوري سنتين، ده بالنسبه للنادي الاهلي كارثه طبعا. واي بطوله بيخش عليها النادي الاهلي فهو عندهم مجاعه ان هو عايز كل حاجه. اللعيب ما بيتشبعش وما بياخدش وقت يا ميدو علشان يبتدي يرفع الياقه علشان يبتدي يمشي وهو بيتمخطر. لا، هو عارف ان في ناس وراه وعارف ان في ناس ضاغطينه وهو عارف من الاول ان دي حياتك هتبقى كده. فلازم اللعيب برضه يبقى لعيب بيتحمل وعارف ان في اعلام وفي سوشيال ميديا دلوقتي وفي الحاجات دي كلها، ان انت مطالب ان انت كل يوم تعمل احسن من اليوم اللي قبله. طب الزمالك مطالب ايه يا كابتن ميدو؟ انت في لجنه الكوره والناس المهتمين والناس اللي مفيش لجنه فنيه او يعني اللي هم راجل محب الزمالك موجود جوه نادي الزمالك من اكبر المحبين، وانا اعرف ده قريب منك وعارف ده. الزمالك محتاج ايه في المراكز اللي محتاجها بالظبط؟ لا المراكز ما نقدرش نتكلم، ده شغل المدرب هو اللي طالب. واحنا عارفينه وقعدنا معاه اكتر من مره وشغالين على اللعيبه اللي هو طلبها وهنجيبهم ان شاء الله.